تمام يا شباب، احنا كنا امبارح او الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على ايه. اتكلمنا على اول حاجة المقدمة في السوفت سكيلز، وفهمنا الحاجات الكومن. هنكمل بقى اللي احنا كنا واقفين امبارح عند ريبورت رايتنج. تمام. فاحنا هنتكلم عن الريبورت رايتنج بشكل مفصل النهارده يعني. تمام. ريبورت رايتنج. ريبورت رايتنج دي مهارة من مهارات السوفت سكيلز اللي احنا برضو بنتواصل بيها مع الناس اللي فوقنا، مثلا حد طالب ريبورت. عندك انت شغلك مثلا انت بين تيست او سوفت وير تيستر. ف... فانت طبيعي انت النتائج بتاعتك دي بترفقها عن طريق ريبورت. فالريبورت رايتنج ده مهارة مهمة جدا، انك ازاي تعمل ريبورت كامل مفصل، يكون تنظيمه كويس بحيث المتلقي منك يفهم انت عايز توصل له ايه ويتخذ قرارات عليه. تمام. فايه هو اصلا الريبورت رايتنج؟ خلينا نعرف الريبورت رايتنج هو المهارة انك كتابة تقرير. دي اول حاجة، بس هي مش اكتر من كده. التقارير بقى يا اما دي، يا اما بقى هتروح لجمهور جوه الشركة او بره الشركة. زي ايه؟ جوه الشركة مثلا المدير، عندك المانجر اللي فوقك، او السي او، عندك اي حد. وممكن يبقى برضه حد معاك بتبعت له ريبورت عن شغله لو انت تستر. آه، استخداماته في ايه؟ مهم جدا لو انت مثلا بتبعت ريبورت عن احصائيات شركات، انت محاسب يعني كده. او انت مثلا مهتم بالمجال العلمي فبتبعت تكتب بحث علمي. فالحاجات دي كلها لازم تراعي فيها موضوع الريبورت رايتنج. هو موضوع بسيط في الاول وفي الاخر برضه يعني، ما تقلقش من ده. فانت لازم تفكر في الحوار ده بشكل واسع. آه، اهم حاجه في الريبورت رايتنج حاجتين، يعني ممكن نقول 5 حاجات بيساعدوا على 5 حاجات. اول حاجه انك توثق الكيس اللي انت فيها. مثلا نقول ان احنا عندنا تيست عن حاجه معينه. زي ايه؟ مثلا عندي بنتكلم عن آه في ابلكيشن طالع، فانا لازم اعمله تيست عشان يبقى سليم يعني قدام الكلاينت. فانا لازم اعمل تيست واكتب كل حاجه في الريبورت ده، بحيث ان يعني الار ام بي اللي يستلم مني الريبورت يتاكد ان كل حاجه ماشيه سليم زي ما هو مخطط لها بالظبط، او زي ما الكلاينت عايز. لو في حاجه يصلحها، فاحنا بنوثق العمليه. تاني حاجه احنا بنوصل راينا للي اعلى مننا بطريقه منظمه. تمام. الحاجه دي كلها تخليه ياخد قرار كويس. مثلا في مشكله، مثلا الريبورت بتاعك طلع فيه مشكله في 1 2 3، فيصلحها او ما يصلحهاش. ده يخليه ياخد قرار بشكل كويس، او يحاسب غيره لو في تقصير بسبب الريبورت اللي انت كاتبه. فده هيؤدي ان في حد لازم يتحاسب. ده تمام. تالت حاجة ان ده من ضمن الشغل البروفيشنال. يعني انا مثلا اخر كل، لو تعرف في شغل في يعني في اغلب الشركات بيشتغلوا حاجة نظام اسمه سبرنتس. بيقسموا يعني عندهم سبرنت، مثلا هنعمل شغل كذا، في اخر كل سبرنت بيطلع ريبورت بالحوارات دي كلها عشان نعرف نقضى يعني نقاط القوة فين والضعف فين عشان نصلحها وكده. فده بيساعد على الاحترافية. دي أهمية الريبورت رايتنج. في بقى عندنا حاجة يعني نقول ايه، آه حاجة مهمة جدا، ان الريبورت لما يتكتب بشكل كويس بيخلي المنظمة احسن ويخلي التواصل افضل، وده ينجح المنظمة ويخليها يعني ايه في اعلى كفاءتها. فعشان كده انت لازم المهارة دي تتعلمها. لدرجة ان في اصلا كان في مادة في حاسبات موجودة، يعني مادة مهمة في سوفت سكيلز بتتكلم عن الريبورت رايتنج او تكنيكال ريبورت، حاجة شبه كده، هي نفس الاسم نفس المضمون. فادي الفكرة كلها، احنا لازم المهارة دي مهمة جدا وممتعة. والله يعني انت بتقول انا ما بحبش اكتب، لا هي ممتعة جدا. فانت ممكن تتعلمها منين؟ في طرق كتير للتعلم. تمام. ده مجرد بس يعني احنا بنتكلم على نقول ايه، دي introduction بس، ده مش نشرح فيها المهارة. انت ممكن تتعلمها جانبيا، انت مجرد تعرف عنها. في تو بلاي ليست يعني، او فيديوهين، اقول لك فيديوهين شارحين الموضوع باختصار. فانا هسيب اللينك بتاعهم مع يعني مع الفيديو ده، بحيث الناس تستفيد. ده بالنسبة للايه،
للريبورت رايتنج. قبل ما نخش على النافيجيشن، نخش نشوف مثلا اكزامبلز على الموضوع ده. تمام. ده يعني ده زي PDF من نيوكاسل، بيتكلموا فيه different ما بين الريبورت والاساي. بيقول لك الريبورت لازم يبقى فيه فاكتس واناليسز، ويعني عن مشكله وبتقترح لها حل. مثلا عندك بنتكلم في يعني بتلخص الحلول، بتعملها زي مثلا يعني مراحل، خطوات وكده. في سيكشنز، اول حاجه التايتل بيج، عندك التيبل اوف كونتنت، انت بتكتب فهرس كده، بعد كده السمري، بعد كده انترودكشن، بعد كده تبدا بقى تعرف الدنيا دي كلها. عندك بتناقش، يقول لك المشكله، ويعني وتقترح لها حاجات، يعني وتحط المصادر اللي انت استعنت بيها. تمام. وادي حاجات، يعني مثلا بيقول لك اول حاجه التايتل بيج بيمشي معاك عادي، وادي الكونتنت. تمام. وادي مثلا اكسكلوسيف سامري بيتكلم معاك، ادي الاكزامبلز، حاجات توضيحيه. هسيب برضو الفايل ده معانا، الفايل ده يعني. وبعد انترودكشن على الموضوع، بتتناقش النقط اللي انت اتكلمت عنها في الانترودكشن وبتاع، بتوضحها عن طريق اناليسيس والمواضيع دي كلها. فالفرق بين الاساي والريبورت ان الريبورت بيبقى فاكس، ولازم يبقى اناليسيس ومشكله وبتحلها، او بتتكلم في موقف وبتشوف يعني هو يعني عامل ازاي. ادي الموضوع كله ريفرنس انت بتستعمله. فده فايل بسيط بيوضحه. انت ممكن بعد ما تسمع الفيديوهين دول، بعد ما تسمعهم تشوف الفايل ده، هتفهم الدنيا كلها. وبرضه ممكن تجرب مع نفسك تكتب الريبورت. ممكن ندي تاسك ان احنا نكتب ريبورت عموما احنا لو حابين. فادي ده فيديو صغير كده عن الريبورت. نخش بقى على مهارة التفاوض. فيديو